محامي الشيطان فيلم ديفلز ادفوكات، واحد من اكتر الافلام الاندر ريتد لالباتشينو. الفيلم بطولة كيانو ريفز والباتشينو وتشارلي تيرون. وقتها كيانو ريفز كان في طلعته الصاروخية والباتشينو في عزه، والفيلم ده اتعمل سنة 1997. والفيلم بيحكي عن المحامي كيفن لوماكس، واللي عامل دوره كيانو ريفز كان محامي شاطر وصغير في السن في فلوريدا، وبيتعرض عليه شغل في شركة محاماة كبيرة في نيويورك، فبياخد مراته وبيروح على نيويورك. وشركة المحاماة دي كانت مملوكة لجون ميلتون واللي هو كان الباتشينو، والباتشينو بيقدم للمحامي الصغير الثراء والسلطة مقابل انه يكون فاسد ويشتغل على قضايا مشبوهة. واحدة واحدة المحامي الصغير ده هيبدأ يغرق في الفساد، ومراته هتشوف هلاوس في بيتهم لحد ما يعرفوا ويتأكدوا ان الباتشينو هو الشيطان نفسه. الفيلم ده ما كانش مباراة تمثيلية بين كيانو ريفز والباتشينو، هو كل واحد فيهم مثل بطريقته وكان بيحاول يخطف الكاميرا بطريقته الخاصة. بس الباتشينو كان مش طبيعي، خصوصا المشهد الأخير في الفيلم، واللي كان بطبيعة الحال مع الباتشينو المشهد الأخير كان خطبة طويلة، وكانت كالعادة برضه خطبة فلسفية، حاجة ما يعملهاش غير الباتشينو من الآخر. الفيلم بينتقد الميكافيلية القضائية، وإن عالم المحاماة ده زي ساحة الشيطان، الغاية تبرر فيه الوسيلة. وحسب أحداث الفيلم إن المحامين اللي في الشركة دي كانوا ممكن يبيعوا أرواحهم عشان يكسبوا قضية. والفيلم كان مستوحي كل حاجة عن الشيطان من المسيحية وتحديدا العهد الجديد، ودي حاجة أنا مش هتكلم فيها ومش هتطرق لها لأن الفيلم مليان رمزيات من الدين المسيحي، وحتى الأسماء واختيارها ما كانش عبثي في الفيلم. ومش هحرق لك نهاية الفيلم لو أنت لسه ما شفتهوش، أنا كل اللي هقوله لك بس عن النهاية إن دورة الشر ما بتقفش، وإن الشيطان هيحاول يغويك لحد آخر عمرك. والفيلم كله حوارات ذكية جدا ومسلي وينصح بيه، بس برضه هو للكبار فقط. وتقييمي لفيلم ديفلز ادفوكات هو 10 من 10، واحد من افضل الافلام لالباتشينو وفيلم اندر ريتد جدا. كده تكون عرفت.